السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل والأمل والورد والياسمين على أطيب في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ شكرا لكم جدا جدا على كلامكم. كل حبايبي اللي قال رأيهم بمنتهى الاحترام ومنتهى الذوق من غير ما يضايقني بأي كلمة، جزاكم الله ألف خير وشكرا لكم جدا. والله يا حبايبي انتوا عارفيني وعارفيني من أول ما فتحت القناة، لبس محترم وفيديوهاتي كلها بمنتهى الاحترام. وحبايبي أول مرة يشوفوني، شوفي مش هقول لكم الفيديوهات القديمة، شوفي الفيديوهات اللي قبلها على طول. لبس واسع منتهى الاحترام، لبس على طول زي ما انتوا شايفيني كده. واللي انا لابساه دي يا حبايبي دي خمار اصلا مش تحجيب، خمار ماليزي. بس برضك يعني مهما الواحد برضك ما بيشتغل وبيعمل بيرفع ايديه ينزل يعمل بتاع، هتلقى برضك ايه الزحلق. حتى لو لابسه الخمار العادي نفسه برضك هيترفع معايا والزحلق. حتى انا لابسه لبس واسع اهو، بحط برضك لصق زي ما انتوا شايفين اهو، ده العبايه واسعه خالص وبرضك حاطه لصق. في كل فيديوهات تلاقي كده. حتى في ناس بتتضايق من اللصقات دي، اقول لهم لازم أنا احط فيه لقطات، لازم أنا احط فيها. حتى لو لبس واسع، حتى برضك ما بلبس الخمار العادي في لقطات برضك ابقى حاطه فيها اللاصق برضك. بس الصراحه ما اعرفش ايه اللي حصل. انا كنت ايوه انا كنت العبايه كانت ضيقه شويه، بس انا لبست الطرحه دي طويله وكنت مظبطاها وقلت ايه، كانت مداريه جسمي كله مظبطاها وتمام. بس طبعا وانا بشتغل مش واخده بالي، زي ما قلت لكم الواحد ما بيشتغل كده يرفع ايديه يعمل ايديه، تلقى بقى الطرحه تترفع تزحلق، ما الواحد ما بياخدش باله. المهم جيت امنتج بقى، قلت احط لاصقات على اي منظر وكده. بس الصراحة في لقطات مركزتش فيها، فمش عارفة زي ما يكون واحد في غيبوبة، مش عارفة ده اللي حصل. الإنسان بيتعرض للغلط، بس لا اللي يستمر في الغلط هو بقصد. أما اللي ينتبه لغلطه وما يكرروش أبدا مش قصد إنه يغلط، وانت عارفيني كويس. فالمهم أنا بعد ما نزلته اكتشفت الفيديو كده بس الصراحة أنا مكنتش أقصد حاجة خالص. وانتوا عارفين الفيديوهات دي بتجيب مشاهدات بالملايين، وانا كنت قصده كده وعاوزه اعمل كده، كنت عملت كده من اول مشاهدات دي نزلت والقناه نزلت كنت عملت كده من زمان. بس كل قناتي كل مدى في النازل عمري ما هعمل كده، حتى لو هكسب كده منها ملايين. ربنا يغنينا بالحلال يا رب ويسترنا دنيا واخره. فمش عارفه والله اللي حصل ده حصل ازاي، بس يلا. كل شيء يعني ربنا درة النافعة. ممكن اللي حصل دي اشوف اخواتي وفعلا فعلا اخواتي وحبايبي وتخاف عليا، وانا اهمكم فعلا. كنت ده عشان يثبت لي قد ايه انتوا بتحبوني وبتعزوني وبتحبوني فعلا، واختكم برضه فعلا فعلا غالية عندكم وبتخافوا عليا. بس والله والله العظيم قبل ما يحصل ده انا حلمت كده بحوالي كده قبلها باسبوع. بس انا للاسف ما بعرفش تفسير الحلم، ما بعرفش تفسيره بقى الا ما بيحصل ودلوقتي عرفت تفسير الحلم. يلا الحمد لله. المهم يا حبايبي زي ما انتوا عارفين انا ما اقصدش حاجه خالص. حتى لو اللي تابع الفيديو على الاخر خالص، اخر الفيديو في المشهد اللي انا بنشر فيه الغسيل، هتلاقي انا حاطه اللاصق على طول في طول وانا بنشر. اما وانا بقى ترويق وبتاع، طبعا رايحه شمال رايحه يمين، مش عارفه ايه شمال يمين فوق تحت، فيبقى صعب ان احط الرموشه في كل مكان يعني، عشان مش ثابته في مكان واحد. اما ساعه ما كنت بنشر كنت ثابته في مكان، جريت اللاصق على الشريط كله فسهل. اما بقى الترويق بقى يبقى ايه صعب شويه. بس يلا بقى يعني كل شيء نصيب. المهم كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفيني كده قلت بقى اروق كده وامسح. الصراحه انا كنت مش قادره اعمل حاجه خالص. بس كده يعني جنب اليمين ده هيموتني انا، بس اي كلمه بتاثر فيا. ما بحبش حد يزعل مني ولا ازعل من حد. حتى لو الاخت دي غلطانه فيا ما بحبش ازعل من حد ولا هي تزعل مني. ورغم من كده انا صبوره جدا استحمل اي ظروف، وانت عارفين الواحد استحمل ظروف قد ايه. ودي نعمه من ربنا. الصبر دي نعمه الصراحه في الايام الصعبه اللي احنا فيها. بس بتاثر من اي كلمه. حتى اني اكبر واحده في اخواتي ويعاملوني كاني انا الصغير. يقول لا انت عارفين اختي دي ما بتستحملش اي هزار، اي هزار بتاخده جد، ما بتستحملش اي كلمه. يعني انا حساسه جدا. ربنا يديم المحبه يا رب بيناتنا، امين يا رب العالمين، وخليكم ليا حبايبي. واني مش عارفه اقول لكم ايه.
ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. وأنا زعلانة على زعلكم، أنا ما باحبش إن أنتم تزعلوا مني ولا تاخدوا مني فكرة غلط، الصراحة لدرجة إن أنا كنت هاقفل القناة الصراحة. أنا مش مهم عندي. المهم طبعًا أهم حاجة سمعة الواحد، مش مهم بقى أي حاجة، المهم محبة الناس والمهم السمعة، وأنتم الحمد لله أنتم عارفين أخلاقي كويس. ربنا يستركم دنيا وآخرة ويسعدكم يا رب، ويديم المحبة بيناتنا، ويديم المحبة بين كل حبايبكم. آمين يا رب العالمين. بُصّي كده أنا كده خلّصت بقى الجنب ده، وهافرش بقى الجنب ده، وهاكمّل بقى الباقي. وأنا مش زعلانة منكم يا حبايبي، بالعكس ده الموقف اللي حصل ده فرّحني جدًا، عرفت قد إيه أنتم بتخافوا عليّا، أنا زعلانة بس على زعلكم. وأنا الصراحة الواحد برضك من كتر شاف في حياته، فأنا ما باستحملش أي زعل، أي زعل بيأثّر عليَّ على طول، أي شوية زعل بتلاقيني تعبت مش قادرة. بس قُلت برضك يعني الواحد ما بيواجهه أي مشكلة هيقعد ويسكت، لأ. يعني لو إحنا بيواجهنا في الحياة مشاكل كتير وصعوبات كتير، لو فضلنا على كده ما الحياة مش هتستمر، مش هنعمل حاجة، هنقف في مكاننا لا محلك سر. لأ، لأ، نواجه الدنيا ونواجه الحياة ونستمر. وبرضك الناس اللي عارفيننا كويس هيعرفوا يعرفوا إن ما نقصدش، هيقدّروا ظروفنا، ولازمًا الحياة تستمر والدنيا تستمر. وبرضك دي مصدر رزق، وربنا يكرمنا يا رب جميعًا. آمين يا رب العالمين. يكرمنا بالحلال يا رب. أنا خلّصت بقى الجنب ده، هم الأولاد بقى كانوا صحوا، رُدي كده جابت بقى البقسماط قعدت تاكل كده وهي وأخوها. أنا كنت عاملة لهم بقى الفطار لأبو يوسف والأولاد الكبار بقى، الفطار الشعبي المصري العادي يعني، الطعمية بقى والفول وكده. هم بقى أبوهم كان جايب لهم بقسماط اتعشينا بيه وكده، فجابوا بقى الحبة اللي فاضلين وقاعدين بقى ياكلوا فيه. طبعًا بقى أنتم أطفال بقى، أنتِ عارفة الأطفال يعني إيه، اللي نِفسهم فيه بنسيبهم ياكلوا، ما صدق يعني ياكلوا كده. أمّا بقى خلّصت بقى الجنب التاني ده، أنا على طول باخلّص جنب وبافرش عشان الأولاد زي ما أنتم شايفين عشان ما يبهدلوش الدنيا. وطبعًا أحسن حاجة إيه الواحد ده يسيب الدنيا تتهوى شوية كده قبل ما يفرش، بس للأسف أنا بافرش على طول عشان الأولاد ما يبهدلوش الدنيا. هنا بقى الجنب التاني، وأتمنى يا حبايب قلبي ما حدش يزعل مني وما حدش يتفكر أي حاجة. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، يكونكم نعمة في حياتي يا رب. وشكرًا لكم تاني و100 مرة شكرًا ليكم، واترككم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة يا حبايبي، في رعاية الله.